رئيس الجمهورية للإعلام السياسي فليتفضل مشكورا. الله يفتح عليك. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقائكم كل 15 يوم ده احنا بنتقابل مع بعض ونشوف بعض يعني. بدايه كل سنه وانتم طيبين. بتوجه بالشكر لوزاره الداخليه وكل قياداتها وظباطها وشرطه ظباطها وكل ممثلينها الموجودين هنا معانا في دوله الحمله، وطبعا راسهم معالي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الاعلى لهيئه الشرطه. والحمله الحقيقه الفتره اللي فاتت دي احنا شغالين كويس، ولكن احنا بنقول هل من مزيد على اساس ان احنا بنعبر عن الكلام ده. احنا شفنا موضوع الكنائس في احتفال يوم القيامه، الناس الحقيقه راحت الكنائس كلها. بنعيد نفس الموضوع بس هنا بقى اقسام الشرطه ومديريات الامن وحتى المحافظين يعني بنقدم لهم التهنئه والتحيه باسم الحمله الوطنيه. الحقيقه احنا لما نرجع بالتاريخ شويه عشان في هجمه شرسه جدا على مصر خاصه من الدول العربيه. مصر يا ساده اساسا من زمان مش من دلوقتي، هي دوله مستهدفه لان هي فيها عبقريه مكان وتاريخيا. مصر يعني بص تلاقي في بحر متوسط وتلاقي في بحر احمر، فيها نيل، فيها كل حاجه. البلد دي الله سبحانه وتعالى حباها بكل الامكانيات. مفيش دوله في العالم كله فيها الامكانيات اللي في مصر. شمس موجوده، قمر موجود، ميه، ارض خصبه، شعب، كل حاجه موجوده. هي قصه كانت من زمان، هي قصه اداره مش اكتر من كده. ولكن عبر التاريخ بنلاقي ان مصر دايما المجتمع بعد الحضاره المصريه القديمه احنا كنا متسيدين العالم كله زي امريكا كده الان يعني. فمصر دي كانت دوله عظيمه جدا وحاجه فخر. قعدت فتره يعني وصلنا لغايه الاسره 30 يعني كانت اقل اسره بتحكم مصر ب 300 ل 500 سنه. يعني تخيل بقى 30 اسره واحسب في 300 متوسط يبقى يطلعوا كام سنه؟ 1000 سنه. وبعدين بدات نشوف بعد كده حضارات اخرى ولايات اخرى زي الحضاره الرومانيه واليونانيه ثم القبطيه والمسيحيه يعني ثم الحضاره الاسلاميه. وحاليا الان بنشوف الحضاره الاوروبيه كانت وبعدين الحضاره الامريكيه اللي موجوده الان بتتسيد العالم دلوقتي. وبنشوف الصراع الشرق والغرب ده صراع ابدي وتقريبا شكله كده مش هينتهي. فمصر في الليله دي كلها لما كنا بنشوف ايام محمد علي، انا هعبر كده عبر التاريخ على السريع كده ما اضيعش وقتكم، لكن عشان نشوف ان مصر دايما وابدا مستهدفه، ما حدش هيستطيع حالا. ايام محمد علي برضك كان عايز يبقى دوله مصر دوله عظمى ودوله كبيره، فقالوا له يعني نعمل قناه السويس. حاكم مصر محمد علي رفض الراجل وقال لا، لان هتجيب لي مشاكل والغرب هيعدوا من عندنا هنا وابتدوا يحتلوا البلد. فعلا ده كان تفكيره هو، وكان بلا شك كان راجل سياسي كبير وعبقري يعني. وبعد كده شفنا ان مشروع قناه السويس ده اتعمل قديما واتعمل حديثا. يعني كان قبل كده في الدوله المصريه القديمه كان في قناه السويس كانت موجوده واتردمت واتعملت تاني واتردمت تاني حتى في الحضاره الاسلاميه، وبعدين اتردمت تاني. هذا الكلام صحته من عدمه يعني بيلقبوه اخواننا اللي هم الباحثين في الاثار، ولكن احنا بنتكلم على الحديث وان اتعملت قناه السويس ده حديثا يعني سنه بدا التفكير فيها. يعني اذا محمد علي قالوا نعمل قناه السويس عشان تبقى حاجه عظيمه ويبقى في بضاعه تتنقل من الغرب للشرق والشرق للغرب عكس بعض يعني، وهتجيب لك فلوس. كان قبل محمد علي كان المماليك الموجودين وحكام الدوله الاسلاميه كانوا موجودين، بس كانت البضاعه تتحط لبورسعيد وتتنقل عبر الدواب للسويس. طبعا ما كانش في اسمها بورسعيد ولا حاجه، وتتنقل في المراكب وتطلع على الشرق. هي المستعمره الهنديه كانت اللي هي الهند دوله كانت عريقه جدا وفيها كل منتجات العالم قبل الصين يعني. هي كانت الهند في الاساس يعني. الهند دي كانت دوله عريقه من زمان. وبعدين شويه فكروا ان هم يعملوا طبعا لما كانت بتدير القناه دي للدوله المملوكيه والدوله الايوبيه واللي مبالغ طائله، ومنها المبالغ دي اللي احنا عملنا بيها زي ما انت تشوف كده
الجوامع اللي موجوده في وسط في القلعه والحتت دي مصروف عليها جامد جدا، لان كانوا الحكام ياما معاهم فلوس جامد يعني، وكانوا بيعملوا جيوش قويه، وكان المنظر في هذا الوقت كان قوي. وشفنا صلاح الدين ان هو نظم جيش قوي جدا حارب بيه الصليبيين وانتصر عليهم، ودي معركه من المعارك التاريخيه اللي الاسلام انتصر عليها. هم طبعا اوروبيين كانوا بياخدوا طارهم مننا ان احنا احتلينا اوروبا والاندلس عموما زمن يقدر ب 800 سنه. احنا كنا حكام هذه البلاد، يعني اسبانيا بالبرتغال وانت طالع لغايه فرنسا كده، كل ده كان دول اسلاميه. ولما بدا يبقى فيها رقص ودانس وبتاع سقطت الدوله الاسلاميه وطفشوا في كل انحاء العالم كلهم. وبالتالي الغرب اللي شايف ان هو يجب ان هو ياخد طاره مننا، فبداوا يهاجمونا مره اخرى ويستعملوا القدس ويستعملونا بعد كده. يعني هنشوف يستعملونا والمغرب العربي والشمال وحتى افريقيا، يعني خدوا العالم كله استعمل. لذلك كنا بنقول ان الحضاره او الدوله البريطانيه التي لا يغرب عنها الشمس، لان مستعمراتها في كل انحاء العالم وبالتالي منهم دولتنا. جينا بعد كده شويه دخلنا على ولاد محمد علي، وكان توفيق ثم سعيد واسماعيل. من هنا بدا بعلاقاتهم الشخصيه يعملوا موضوع قناه السويس ده. وبرضك الغرب والدوله اللي هي دوله الخلافه العثمانيه كانوا رافضين ان انت مصر تعمل قناه السويس، لانهم عايزينك تتنفس هواء يا دوبك كده وتبقى غرقان في الميه، يعني يا دوبك تشم هواء بس كفايه، ما تبقاش دوله كبيره وما تبقاش دوله كبرى. لان محمد علي لما شم نفسه خد شبه الجزيره العربيه دي كلها بالكامل، كانت تحت الولايه المصريه، وطبعا السودان كلها لغايه الحبشه تحت، واوغندا والدول ديت كل ده تبع هنا الحكم في مصر. وطبعا الشام كله اللي عباره عن الشام، يعني موجود الشام يعني فلسطين، يعني الاردن، يعني لبنان، يعني سوريا والعراق الناحيه الثانيه، كل دول كان تبع الولايه المصريه. وده حتى الحاكم المصري محمد علي ده وابنه ابراهيم باشا كان عايز يروح ياخد الاسلحه نفسها والحكم بتاع الخلافه بتاعت المسلمين. هنا دخلت اوروبا فرنسا، يعني هنا فرنسا وابتدوا بداوا يأدبوه ويقولوا لا كده عيب ارجع تاني وهكذا. بداوا يورطوه بقى في قصه قناه السويس، هو معهوش فلوس يعمل القصه دي، ده خديوي سعيد ومن وراه اسماعيل. سعيد قعد عشان ياخد التصدير بتاع قناه السويس ده من باب العالي يعني ومن الدول الاوروبيه تقريبا 4 سنين، من 54 ل 59 بيدور على التصدير انه يقولوا ايوه اعمل قناه السويس. دخلنا من 59 ل 69 احنا انشانا وحفرنا قناه السويس. وطبعا كان في اوروبيين كانوا موجودين كخبر بالنسبه لهم، لكن احنا تقريبا كنا بنجند الشباب في هذا التوقيت ما بين شهر لغايه سنه، وكان بياخد عن اليوم قرش ساغ، واحيانا يبقى نص قرش ساغ. تعريفه دي ولا ايه؟ تعريفه يعني. فده تاريخ بيقول قد ايه احنا الدوله دي اتحملت وشعبها اتحمل ان هو يعمل قناه السويس اللي موجوده، اللي داير عليها جدل الان ان احنا هنبيع قناه السويس ومش هنبيع قناه السويس والقصه دي. قناه السويس ده حفروا اجدادنا بدمائهم وبعرقهم، شباب كتير مات، 120,000 بني ادم ماتوا عطشا وجوعا ومرضا. لاني لما انا بدي للشاب ده بديله قرش ساغ في اليوم، وبعدين كانوا بيشتكوا من الميه وكانوا يشتكوا من الاكل وكانوا يشتكوا لهمش على القصه دي. المهم فرديناند بيسيبسي ده المهندس صديق الاخ سعيد، ثم بعد كده اخونا اسماعيل. لذلك لما بنبص على بورسعيد يعني نسبه للاخ المرحله الاولى دي كانت باسم سعيد، فسمت الجزء الاولاني ده بورسعيد باسمه هو. ثم لما دخل على المرحله الثانيه في اسماعيليه كان موجود اسماعيل، فسمت اسماعيل الاسماعيليه. دخلنا بعد كده على بور توفيق، وكان برضك اخونا توفيق موجود فبقى بور توفيق. يعني اذا السيناريو ماشي بشكل كويس. وهنا كان الاوروبيين والباب العالي ما كانش عايز الدوله المصريه تبقى دوله عظمى وتبقى دوله كبيره، بالعكس كانوا دايما يقصصونا ضوافرنا بحيث ان ما نعلاش. التاريخ بيعيد نفسه مره اخرى.
لما عبد الناصر قام بثوره 52 وبدا كان عنده طموح كبير ان مصر تبقى دوله عبقريه، ثم افريقيا كلها تنهض من الاستعمار اللي جسم على هذه القاره السمراء فتره طويله. وطبعا الشعوب العربيه كانت كلها محتله. ثم وجدنا ان بعديه على طول جمال عبد الناصر ما سابوهوش في حاله، وقالوا له برضك لازم نتقدم هذا الرجل، وعملوا له حرب 56 ومن وراها 67 ثم توفي. وبعدين دخلنا في حرب 73 انتصرنا في 73، ولكن ما زال الغرب برضك مصر على ان هو عايزك يا دوبك تتنفس هواء، يعني انا منزلك في حمام سباحه واخلي لك الهواء يبقى يا دوبك الميه هنا والهواء هنا مفيش، فتفضل انت كده. دخلنا في عهد الرئيس مبارك، وبرضك كانوا ضاغطين عليه ان انت ما تعمرش سينا ومالكش دعوه بسينا، ويا دوبك الشعب ياكل ويشرب. لذلك احنا بنشوف ان كانت العشوائيات بشكل مريب، الناس كانت تسكن القبور وياكلوا ويشربوا ويخلفوا عيال والموضوع خلص على كده. لا تقول لي بقى لا تطوير ولا قطر طاير ولا سكه حديد ولا كباري. جابوا لنا خبراء من اليابان عشان يفكوا الاشتباك بتاع المرور، قالوا فاضل لنا سنتين ويبقى جراج دولي مفيش حد هيتحرك في الشوارع. اليابانيين قالوا لا والله الكمبيوتر قال انتوا يعني هوبليس كيس، انتوا مش هينفع معاكم اي حاجه، شكرا وسابونا ومشوا. جه احداث الربيع العربي. لما اقول لك التاريخ بعيد نفسه، انا ذكرت لك الجزء التاريخي الاولاني ده عشان اقول لك ان السيناريو تقريبا كل شويه بيعيد نفسه تاني بس بشكل اخر. دلوقتي في الربيع العربي قال لك يعني انتوا المسلمين والدوله المصريه خاصه ذات المكان العبقري ده احنا عايزينها تتراجع او على الاقل تقف مكانها وما تتقدمش. لا تنتج قنابل نوويه ولا ذريه ولا اي مصيبه ولا حتى اكلها. يشتروا القمح بتاعهم ويبقى اكبر دوله في العالم بتستورد قمح. الحاجات الكيماويات والاخشاب وكل حاجه انتوا تستوردوها من بره، وبتظلوا احنا قلنا احنا في عهد سعيد واسماعيل ورطونا في قروض كتير. ورطونا في قروض كتير. قرض من اخونا سعيد ثم اخونا اسماعيل ما عرفش يدفع القرض، جابوا له الناس يقعدوا له في وزاره الماليه هنا، هم اللي بيشرفوا على الماليه عشان ياخدوا فلوسهم ويرجعوها. وبكده شفنا ايام غرابي الانتداب الانجليزي لانك انت ما بقتش تدفع فلوس اللي عليك، فطبعا نحكمكم ونربيكم. واحنا وهكذا قعدوا 70 سنه الانجليز في مصر. ده انا بحكيه وبقوله عشان الناس تفهم ان الشعب ده البلد ديت لو وقعت منك هتبقى كارثه. انت دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه الراجل بيحاول يسبق الزمن في فتره حكمه انه ينجز انجاز كبير جدا وينقل الشعب ده من الى مكانه عاليه وفي فتره ولايته، ان هو عنده قناعه شخصيه بان هو لو ما يسيب الحكم اللي هيجي بعده ممكن ما يعملش الكلام ده ونرجع تاني وما يبقاش فيه لا مشاريع ولا هباب، ونرجع ناكل الرغيف الحلو والهدمه كويسه وتبقى الدنيا ماشيه بالنسبه لكم زي العسل واخد حلاوه، ولكن لا في مشاريع ولا غيره وتطبق عليها نفس نظريات القديمه. طيب القروض العالم كله بياخد قروض. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بدا يفتح في المشاريع طب احنا شفنا مشاريع كهرباء، شركه سيمنز الحقيقه قالت لك والله احنا هنعمل لك المشاريع بقروض 1% او 2% وهتدفع الفلوس من بعد 10 سنين من افتتاح المشروع، وهناخد الفلوس ديت من الانتاج بتاع المشروع. جميل. شرحوا القطارات الكهربائيه السريعه واللي والقطر الانفاق والكلام ده كله. الكلام ده كله ما فيش مشكله. جت جائحه كورونا. قبل ما اخش دي ارجع تاني شويه للثوره او احداث 25 يناير والتأليف والإخراج الأمريكي لهذه الأحداث عشان يفكك العالم العربي كله. الطاقة الجديدة والمنتجات الجديدة اللي موجودة في العالم العربي هم عايزين يسيطروا عليها تاني، ولكن مش عايزين ياخدوها على ظهر الدبابات ولا بالصواريخ، ياخدوها بإنك أنت تدمر هذه الدولة، وبالتالي يبقى سهل عليك إن أنت تحتل هذه الدولة ودويلات كنتونات يعني. فعملنا الربيع العربي وده تونس الاول مرورا على مصر، ثم شفنا سوريا وشفنا اليمن وشفنا العراق
وبشرونا بالديمقراطيه في العراق، وكانت خراب ما بعده خراب. النتيجه ان احنا كان عندنا قد ايه الاحتياطي بتاعنا بتاع البنك المركزي كان 36 وات كان 40 ايا كان. ده عامل زي رجل الجيش بتاعك القوي اللي بيحميك. لما قامت الثوره ديت او قامت احداث هذه ما يدعوا انها ثوره، لكن هي طبعا علميا بتبقى ثوره ان الشعب يقعد على الحاكم، ما فيش مشكله، انا معاك. ولكن وجدنا ان الاقتصاد بتاعنا اتدمر. احنا خسرنا في الاحداث دي حوالي 650 مليار دولار. 650 مليار ده رقم كبير جدا. طبعا الشعب ما بينتجش. وبعدين وراها على طول دخلنا في احداث 30 يونيو، بقوا ثورتين، مفيش حد يستحمل في العالم كله ثورتين ورا بعض. الاقتصاد ضرب. طبعا الاخوه العرب وقفوا معانا عشان مصلحتهم برضه، لان الاخوان المسلمين كانوا بداوا يتوغلوا ويعملوا داعش وما داعش والافلام دي كلها، ويتوغلوا في العالم العربي والاسلامي كله، وهيدمروا الدوله الاسلاميه كلها من المحيط للخليج من اي حته. فهم وقفوا، لما وقفوا معانا ما حدش بيقف لله والوطن ولا مصلحه الله، مصلحته هو. مصاد الامان. فوقفوا معانا وهم راحوا في دراعنا عشان نعدي جزئيه. ليه؟ لان كان داعشيين بداوا ينتشروا اللي عملوهم الامريكان، وينتشروا في العالم العربي كله، خاصه في العراق، وهم هنا عندنا في سيناء وفي ليبيا وفي الدول العربيه معظمها يعني. فوجدنا ان احنا الثوره ديت او احداث 25 يناير اضرت بالاقتصاد المصري ضرر غير عادي. طيب جه 30 يونيو وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي واصبح هو حاكم مصر وبيدير الدوله المصريه. الراجل زي ما قلت لحضرتك هو عنده ثقافه بتقول ان انا هعمل الانجازات دي بسرعه، لان الغرب لو كان فاق شويه كان هيوقف لك الليله دي. هو طبعا هو بيحاول يوقفها لك زي ما هو بيحاول يوقفها لك الان. يعني اتعملت كوفيد 19 او كورونا مخصوص للعالم كله، ولكن احنا في السكه معاهم، لان العالم كله وقف. الانتاج وقف في الصين، مصنع العالم الاصلي وقف الانتاج، وبالتالي تراجعت التجاره العالميه البينيه، وبالتالي تراجعت هنا التعاملات الماليه والتجاريه، تراجعت السياحه، الدنيا وقفت. ثم ما دي برضك واحنا قايمين من ثورتين، يعني احنا اصلا مجهدين، واتعمل الاصلاح الاقتصادي عشان نحاول نظبط الدنيا. وفي نفس الوقت جه الراجل مش هيحط ايده على خده ويستنى لما ربنا يكرم ويبقى معانا فلوس. لا، هو اي حد كان ممكن يقرضنا ويشتغل معانا ويعمل لنا مشاريع تحرك الميت ده بدا يجري يعمل الكلام ده، عشان بس البواكر يقول لك اصل ايه غرقنا ودينا في داهيه، وان العاصمه الاداريه دي ليست لها اي قيمه، ازاي تعمل برج ايقوني في قلب الصحراء؟ قلبوا علينا قوي. يا عزيزي الفاضل، الامارات عملت كل الايقونات اللي عندها ديت عشان تجذب الاستثمارات العالميه ليها. فالمستثمر الكبير اللي جاي عايز يقعد في مدينه هاي كلاس، حاجه فخمه فيها كل حاجه، يعني اقامه، الاكوميديشن بتاعتها، اي حاجه تبقى حاجه فخمه جدا. طب احنا لازم نعمل عاصمه جديده. معظم دول العالم نقل من العاصمه القديمه وعمل عاصمه سياسيه جديده، ما في دوله في العالم ما عملتهاش. لو بصيت على المغرب، بصيت على الجزائر، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، كل الدول نقلوا من العاصمه القديمه للعاصمه الجديده، وخلوا القديمه عاصمه تجاريه والجديده عاصمه سياسيه. طيب يعني احنا عايزين نعمل عاصمه سياسيه، لا وجدوا انسب مكان ليها الجزء بتاع العاصمه الجديده اللي احنا شايفينها دي. طب يعني اذا انا بهيئ هذا المكان عشان المستثمرين الاوروبيين والعالميين يجوا لنا في هذا المكان يستثمروا فلوسهم عندنا. طيب احنا بنشوف حتى الان الصراع الداير ما بين مثلث الامارات والسعوديه ومصر. مصر ام التاريخ، الدوله الحضاريه الكبيره اللي عندها كل حاجه، عندها بحرين بيساحلهم، عندها ارض جميل، عندها شعب مثقف ومتعلم، هو العالم العربي كله بالكامل، عندها نهر النيل مش موجود. دوله زي الامارات ما فيهاش الكلام ده، كل اللي عندهم بير بترول بيطلع بترول وخلاص، كل ما هو ما عدا ذلك جايين من بره استيراد. طب احنا عندنا كل الامكانيات. الصراع ما بين الامارات وما بين السعوديه، مين يبقى مركز الطاقه الجديده والمتجدده وهو اللاعب الرئيسي في المنطقه؟
ده خلي بالك، ده السعوديه الامارات. الله، هي مصر فين؟ قال لك لا، لا مصر ايه؟ يعني عشان كده احنا في الازمه اللي انت شايفها دي. قبل كده في احداث 30 يونيو ساعدونا دفعوا فلوس بالعبيط. دلوقتي اقول لك خلاص ما تجوش على حيلكم يعني، احنا مش عايزينكم تعلوا فوق يعني، معلش يعني مش على حساب السعوديه ولا الامارات. طب والامارات والسعوديه؟ انا الامارات عايزه تبقى رقم واحد على حساب السعوديه. الشاب الجميل محمد سليمان ده ولا سلمان عايز يبقى هو برضك السعوديه رقم واحد. صراع كبير سياسي وداخل في شق عسكري بيعتمد في الاساس على الاقتصاد. طيب عشان كده احنا بنقول ان دي معركه، وفي عالم دلوقتي بيدور في حرب عالميه ثالثه شغاله اوريدي الان ما بين الشرق والغرب. الروس والصينيين واوروبا بالكامل 45 دوله او يزيد او يقل مع الشرق، واحنا في السكه كده مستهدفين. يعني لما الدولار يتسحب منك مره واحده كده يطلع لي 30 40 مليار دولار يطلع على امريكا، اجمع الدولار، جمعوا ودوا الفلوس في امريكا. انت وقفت بتبص يمينك شمالك مفيش في دولارات، يعني بقت هيصه. طب الدول العربيه تدينا ما كسبت. احنا ما قلت لك احنا في بينا وبين بعض برضك شويه صغيرين. احنا عايزينك تشم هوا بس كفايه عليك. الامريكان يا ريت مظاهرات في مصر، يعني لو 20 واحد نزلوا هيصوا لي في ميدان التحرير توقف الاستثمارات خالص. توقف السياحه، مش كان في سياحه. يعني هم نفسهم الشعب ينزل يقول لك يسقط يسقط ما اعرفش مين، وهذا القصه الخايبه دي. هنا بقى وقفت الاستثمارات، وقفت الدنيا كلها. مصر ما تستحملش اي هزه في البلد اللي احنا بنظبط الدنيا كده عشان نعدي السنه دي 23 بالذات، ونتنفس بعد كده تبقى دوله، مصر تبقى دوله عظمى فيها اكتشافات بتروليه. يعني هم يكيدون والله يكيد، يعني والله ايه؟ لا يمكرون والله خير الماكرين. هم بيكيدونا لكن ربنا موجود معانا. لان هم عايزينك ما تبقاش دوله محترمه. هم يحصل اكتشافات كبيره جدا. فالخليجيين يقول لك دي مصر كمان سنتين ثلاثه تبقى دوله عظمى اقتصاديا بالنسبه للطاقه. هم عندهم زراعه وعندهم صناعه وعندهم علماء وعندهم كل حاجه. الافندي بتاع الحبشه اللي قافل علينا الميه نفس القصه. عايزين يقفل عليكم الميه من ورا عشان نخلي الشعب يصيح، والرئيس ولا الحاكم اللي موجود مش شايف ده احنا هنعطش، احنا هنموت من العطش. هي غرض منها في الاخر ايه؟ دي لعبه اساسيه. بالمناسبه هم عايزين يخزنوا فيه 74 مليار متر مكعب. لما هتعملوا بقى اثيوبيين ولا حاجه. بس احنا نشوشر عليكم ان انتم مش عايزين القاره الافريقيه يبقى فيها تنميه، وبالتالي ناخد الافارقه كلهم مع اثيوبيا مع امريكا. فهنا تيجي العبقريه بتاعتنا في السياسه المصريه، نروح هنا عاملين سد في تنزانيا يطلع 250 ميجا وات ساعه، ده يضرب السد ده اللي لم يدار فيه موتور واحد ولا توربين واحد، اللي هو واحد معدوم الصحه ومش قادر يعمل اي حاجه. طب هي الميه ديت انت عارفين الهضبه اصلا مرتفع لفوق 4 5000 متر لفوق. الميه في السد ده تحت، يعني الميه ما لا تلزم اثيوبيا بمليم. اثيوبيا بينزل لها مطر كل سنه 1 تريليون متر مكعب ميه، يعني مش محتاجين ميه هم اصلا، مش محتاجين. احنا كل اللي بيجينا من اثيوبيا كلهم 100 مليار، احنا بناخد منهم 55 ونص، والسودان بياخد الباقي. والسودان بينزل لها فيضانات اصلا. طيب يعني انتوا مش عايزين ميه، بس هي كنايه فيك ان انا اقفل المحبس عليك وابيع لك الميه. اما الله سبحانه وتعالى مش عايز كده، فالميه تعدي من فوق سد وتنزل المياه فيضانات في السودان نفسها وتجي لك الميه. احنا السنه دي عندنا 25 مليار متر مكعب مش عارفين نوديهم فين، فنفتح توشكا عشان ننزل فيها الميه ونخفض الميه اللي ورا السد. تقيل على السد العالي. السد العالي بيقدر يحجز وراه 182 مليار متر مكعب ميه. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ نفتح على توشكا وعايزين نعمل نهر جديد طالع من توشكا واصل لغايه اسكندريه والعلمين تحت. دي ارزاق بقى بتاعت ربنا عايز كده.
خدت بالك؟ انت عمال بتكيد لنا واحنا ربنا الناحيه الثانيه يفكها الناحيه الثانيه. وبالتالي احنا مستهدفين ان احنا نعمل استصلاح زراعي اراضي يعني جديد نخش فيه من 15 ل 20 مليون متر، 20 مليون فدان. وده احنا بنعتبره حتى الان هو رقم قصير وصغير. احنا عايزين يبقى اكتر من كده في التنفيذ. ان احنا عندنا النسل بتاعنا بيزيد بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسن يعني. فبرضك عايزين ننظم النسل بتاعنا عشان الامور تمشي بشكل كويس. اذا مصر عليها ضغوطات كلها. البنك الدولي يطلع لك كاتب في اسرائيل يقول لك ده اسرائيل وقفت وساعدت مصر وضمانتها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مين قال كده؟ طب بالمناسبه اللي ساعد مصر ووقف وراها هم العرب، الامارات السعوديه والكويت، ثلاثه. ده غير حقيقه. ده صحفي عرة وكتب اي كلام بيحاول يهيج هو والاخوان وشويه العطليه اللي قاعدين في لندن وقاعدين في تركيا بيحاولوا يسخنوا الشعب على ان يعني مصر تبع اسرائيل وان احنا تابعين لاسرائيل. طب ازاي؟ اديني اماره كده. ده احنا بيننا وبين اسرائيل حاليا العلاقات زي الزفت. طب يبقى هم ضمنوها ازاي؟ اسرائيل نفسها ترمينا في البحر اصلا. يعني تقوم من النوم ترمي الجيش المصري والمصريين في الترع في البحر في اي حته. العرب على قد كده فهم واقفين معانا وبيساعدوا معانا، ولكن زي ما قلت لك الصراعات السياسيه مين الكبير الان بعد ما امريكا سحبت نفسها من الشرق الاوسط تقريبا بشكل كبير. بدات الصراعات ما بين التحالفات وما بين الدول وبعضها. يعني تركيا عايزه تبقى زعيم، اسرائيل عايزه تبقى زعيمه، احنا في مصر طبعا عايزين نبقى برضك لنا الزعامه، السعوديه، الامارات، كل الدول دي بتحاول. عشان كده احنا بنقول ان هناك مخاض بعد هذه الحرب العالميه الدايره الان ما بين اوكرانيا وروسيا لقوى جديده متعدده الاقطاب، سواء روسيا مع الصين ومعها. واحنا دايما ميالين قوي للروس، بنحب الروس لانهم وقفوا معانا في حرب 73 وقفوا معانا في السد العالي. ما تنساش ان انت طلبت قرض من الولايات المتحده الامريكيه وصندوق النقد نفسه ورفضت امريكا. عايزاك تبقى دوله بدائيه زيك زي الصومال كده. ما لو كان ما عندناش السد ده كنا اولا عدد السكان ده كان لا يمكن يعدي ال 10 مليون، لا يمكن، مستحيل. لان بتيجي الميه بالفيضان يعمل كوليرا ياخد نص الشعب يقتله. من بعد السد العالي بقت في صحه وبقت في ناس وبقى في انجاب وبقى في تعليم وبقى يعني من هنا انا بتوجه بالتحيه للرئيس الخالد الرئيس جمال عبد الناصر. وبرضك كان بتوجه بالتحيه للرئيس انور السادات بطل الحرب والسلام. وبتوجه بالتحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيحافظ على مصر في هذه الظروف الصعبه. مصر يا ساده يعني محفوظه، ذكرت في القران 5 مرات ومرات عديده بشكل غير مباشر، لكن 5 مرات بالاسم كده، مش ولا دوله في العالم اسمها موجود. خد بالك غير احنا. يعني مصر بلد عظيمه وبلد حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظه. وانا مش عايز اطول عليكم وكل سنه وانتم طيبين وشكرا.